في سنة 2025 وفي آسيا تحديدا بدأت تصفيات كأس العالم لسنة 2026، وكانت المشاركة شاملة لكل المنتخبات الآسيوية. تمت القرعة على تحديد المجموعات، بس بهذا الفيديو راح أركز على المجموعة اللي كان متواجد فيها المنتخب العراقي، اللي ضمت منتخب العراق بجانب منتخبات زي منتخب كوريا الجنوبية ومنتخب الأردن، عمان وفلسطين والكويت. بس قبل ما نبلش لا تنسى عزيزي المشاهد انك تشترك بالقناة وتعمل لايك لهذا الفيديو، وخلونا نوصل أكبر عدد ممكن من اللايكات. المهم نرجع للتصفيات وخصوصا للقرعة اللي كان متواجد فيها المنتخب العراقي. بصراحة لو اطلعنا على المجموعة اللي كانوا متواجدين فيها، كانوا أقوى 3 منتخبات بهاي المجموعة، واللي الناس كانت متوقعة المنافسة بينهم هم منتخب كوريا ومنتخب الأردن والمنتخب العراقي. ولكن كان منتخب كوريا مش بزيادة بهذيك التصفيات، ومنتخب الأردن كان عنده غيابات وإصابات بالتصفيات، وغير إنه غير مدربه، وهذا الإشي المفروض كان المنتخب العراقي بيقدر يستغله. بس على عكس الناس ما توقعت، المنتخب العراقي فشل وما قدر انه يتأهل لكأس العالم، واكتفى بانه يكون الثالث في المجموعة اللي أهلته لحتى ينافس بالملحق. وبعد وصول المنتخب العراقي للملحق لعبت السعودية بالأول ضد اندونيسيا، وصراحة كانوا مقدمين أداء جيد، والنتيجة انتهت بفوز السعودية 3-2. بس لما اجى دور المنتخب العراقي للعب ضد اندونيسيا، للأسف انه العراق فاز فقط 1-0، وهاي النتيجة كانت خطيرة، خصوصا انه بهاي الحالة تعادل ضد السعودية بيأهل السعودية رسميا للوصول لكأس العالم. بس لو نطلع على مجريات المباراة بنشوف انه منتخب العراق ضد اندونيسيا كثير ضيع فرص للتسجيل، وغير انه منتخب اندونيسيا كان ماسك تقريبا المباراة اكثر من المنتخب العراقي اللي كان بيضيع اغلب الفرص اللي ممكن يستغلها. واكثر فرصة انا بشوف العراقيين ندموا على ضياعها هي فرصة اللاعب بايش، يلي اضاع فرصة لتسجيل الهدف الثاني بعد ما كان انفراد وزميل له كان بوضعية احسن منه، فلو مررها له كان قدروا يسجلوا الهدف الثاني. ولو فعليا المنتخب العراقي سجل الهدف الثاني بهاي الحالة، لو لعبوا ضد السعودية وتعادل المنتخب العراقي والمنتخب السعودي، العراق هو اللي بيتأهل لكأس العالم بفارق الأهداف، لأنه بيكون فايز على أندونيسيا 2 بفارق لا شيء، على عكس السعودية 3 أهداف بفارق 2. ولكن ممكن فعليا المنتخب العراقي وبايش خصوصا ما كان حاسب حساب لهذا الإشي، أو إنه حتى بدنيا ما كان قادر يعطي أكثر، فبنقدر نعذره بأكثر من شغلة. المهم إنه المنتخب العراقي امبارح لعب مع المنتخب السعودي، وبصراحة كان أداء المنتخب السعودي أفضل، وهذا اللي الكل متوقعه بحكم عامل الأرض والجمهور والتطور الرياضي اللي موجود بالسعودية. بس الإشي اللي ما حسب حسابه المنتخب العراقي إنه المباراة انتهت بالتعادل السلبي، وهذا بيعني إنه المنتخب السعودي صعد لكأس العالم، والمنتخب العراقي للأسف هبط وراح للتصفيات الأخيرة، وهذا كله بسبب إنه العراق فاز فقط 1-0 على أندونيسيا. فمبروك لأشقائنا السعوديين التأهل، وهارد لك للمنتخب العراقي والجمهور العراقي. وبالنسبة للتصفيات الأخيرة راح يواجه فيها المنتخب العراقي ومنتخب الإمارات ذهاب وإياب، والفائز بينهم بروح للتصفيات العالمية. المنتخب العراقي كان عايش بضغط قوي جدا من الجماهير والإعلام العراقي. الإعلام العراقي كان دائما ضد المنتخب بسبب تحليلاتهم السلبية وانتقادهم المستمر لكل قرار، وغير انهم كانوا يعملوا مشاكل ضد جمهور المنتخبات المنافسة، وهذا اللي خلى المنتخبات المنافسة مستعدة نفسيا ولعبوا بكل طاقتهم بالمباريات بسبب طريقة الإعلام العراقي وتحليلاتهم. وهذا الضغط خلى اللاعبين العراقيين غير قادرين على تحمل المسؤولية داخل الملعب، ودائما كانوا يحطوا أعذار للفشل، والغريب انها كانت نفس الأعذار اللي بتكلموا عليها المحللين سواء عن التحكيم او الملعب المستضيف. وهذا اذا بثبت اشي بثبت انه المنتخب العراقي كان كثير متبع ورا الإعلام وعايش بضغط نفسي بسببهم، وهذا اللي أدى إلى فشل المنتخب العراقي لتأهله لكأس العالم. ولحد الآن والله أعلم إيش حيصير بالملحق الجاي، هل ممكن يتأهلوا أو الإمارات هي اللي تتأهل. ولكن بهذا الفيديو أعتقد بإني فصلت كل إشي صار لحد الآن بالتصفيات الأخيرة، فإذا نسيت أي إشي اكتبوا لي إياه بالكومنتات. ولهون بكون انتهى الفيديو، وبشوفكم بالفيديو الجاي.